لا عنده القدرات ولا الإمكانيات بتاع بريطانيا ومصر اللي يسيطر ولا يستغل ولا يهمش. والتنمية الموجودة في شمال السودان مش بتاعت الشمالي مجرد خدم مستثمرين فيها. ولكن الخطأ في الطرح. وناقشت أنا قرن كثير في الموضوع ده، وناقشت ياسر عرمان، قلت له يا ياسر أنت خلاص بقيت جنوبي، يا منصور خالد أنت بقيت جنوبي، لكن المشكلة قرن دايرة بشمالي. عملية إعادة طرح الأمور بطريقة وطنية ديمقراطية تعتمد على الجيل الثالث. فنحن اقتصادنا كل اللي بيتكلموا عنه ده بنته بريطانيا. نضع الأمور في موازين التاريخية. الشمال مستثمر استعماريا، ما في حاجة اسمها شماليين أخذوا الثروة وهمشوا الآخرين. منطق غلط أرفضه، وسيؤدي إلى رد فعل عنصري معاكس في الشمال. يعني لازم أولاد الغرب وأولاد الجنوب وأولاد الشرق يفهموا حاجة. إذا استمرت كلمة تهميش وتهميش وهمشتونا، تهميش حقيقي جدا، لأن الشمال والوسط حيقولوا خلي الغرابة يمشوا وخلي الجنوب يمشوا، يحلوا من طرفنا، يروحوا يبنوا منطقة العنصر المضاد حيبقى. الناس بيستهتروا بالشمال لأنه حكمه الإنقاذ، لكن الإنقاذ ما قدر الشمال. لما الشمال يشعر بنفسه مواجه بيتخلص من الإنقاذ ويفصل الغرب والجنوب من الخطورة. أما قضية الشرق فده أصلا مصير مرتبط مع إريتريا، ودي قضية أكبر من تفكير ناس الإنقاذ وأكبر من تفكير السياسيين السودانيين. فاقتصادنا عملته بريطانيا، وحدودنا الجغرافية السياسية عمل الخليفة إسماعيل. خلونا نتواضع شوية، نحن ما عملنا شيء، ما عملنا شيء، عشان كده ما قدرنا نحافظ عليه، ما لم نصنع. ولما نقول الكلام الواضح، الوطنية السودانية تشعر بنوع من الانكماش والإهانة. طيب الخديوي إسماعيل وصل حدود السودان إلى يوغندا وإلى إريتريا وإلى إنجمينا قعدنا عشان نرتاح. طيب خليفة عبد الله تعيش وصل وين؟ الوطنية المهدوية الثورية السودانية. البلجيك والفرنسيين حتى مناليك طمع فينا، أخذوا الجنوب لو ما أنقذ الوضع في اتفاقية فاشودا 1898. علي دينار سكتوا علينا من أيد الخليفة التركي في حرب سنة 1916، سكتوا على 18 سنة، غسلوا له الكبابيش كسروا. الإنجليز ما كسروا الكبابيش. دي كانوا الجنجاويد بتاعين علي دينار، والآن جنجاويد جديدة. فإذا يجب أن نقول الأمور بوضوح. ورثنا جغرافيا سياسية عن مصر ولم نستطع الحفاظ عليها، ورثنا اقتصاد عن بريطانيا ولم نستطع الحفاظ عليه. حتى خطة تنمية ما كانت موجودة في مصطلحاتنا بتاع الميزانية. إذن الأمر يتطلب تفكيرا منهجيا واستراتيجيا، ليس لمعالجة مشاكل طارئة في السودان، ولكن لإعادة التأسيس. انتوا أمام بلد عايز إعادة تأسيس، خطوها كحقيقة واضحة وفكر بموجبها لتعزيز جدلية الوحدة في مقابل جدلية التجزئة الإقليمية والطائفية والقبلية، وتعزيز استراتيجية النمو في مقابل التخلف الاقتصادي والاجتماعي الفكري. عقائديين فشلوا، طوائف فشلت. الآن المانيفستو نفسه الذي يدعو إلى سودان جديد ويرفض العنصرية والتفتيت ارتد في الممارسة بالعنصر. لما طلعوا مجلة اسمها مسارات جديدة، أنا قريت فيها اسمر. ياسر عرمان هو صديق عزيز، لكن بالعقد الموجودة بقى يقارن الشماليين بالبيض في حي سوتو وممارسات العنصرية. قلت له عيب عليك يا ياسر، القصة ما بتصل للدرجة دي.
صحيح في مظاهر رق، لكن مظاهر الرق من الذي كان يستثمره في افريقيا؟ القبائل الافريقيه القويه قبل الرجل الابيض هم اللي بيلقطوا، الافارقه يبيعوهم. كان يدخل الغابات، كيف كان الرجل الابيض يدخل الغابات باي سلاح. فقضايا قلت له تدرس بموضوعيه خارج الكرامه الوطنيه الزائفه، قلت له التعبيرات دي ما لقيت ما بؤمن بها. سقط عصر الايديولوجيا، الان عصر المعرفه. منصور خالد ذاته في كتابه اتهمني، قال انه انا نظرتي غير موضوعيه لهويه السودان العربيه، يعني نوع من التعالي العنصري، مع انه انا قايل له اكثر من مره يا اخي منصور عروبه في السودان تفهمها كيف؟ قلت له اولا عروبتنا نحن تاسست ككيان سنه 1505. 1505 قلت له الاندلس سقط، اوروبا دي لو ما جاها اسم تركيا ماشي عليها كانوا نصرونا كلنا، ما في قوه تواجههم. نمره اثنين، لما عروبة السودان بدأت تتكون كدولة كانوا بيحكموا مثل مماليك عجم. عشان كده قلت له كلمة الرواق السناري في الأزهر ده معناها شغلت أقليات وبقينا هامشيين حتى. ونحن عندنا شنو قلت له من الثقافة العربية في السودان شفهية، ما ثقافة حضارية. كل التراث بتاعنا عندنا مخطوطة واحدة اسمها طبقة الضيف الله، كل مثقف سوداني يتغنى بها، اللي هي عبارة عن ذكر ومناقب رجال الطرق الصوفية. ثاني ما عندنا، يعني لا نحن الأزهر ولا القيروان ولا النجاف ولا قم، لكن داقين صدورنا المشروع الإسلامي الحضاري العالمي بطبقات الضيف الله. كلام فارغ، لم نتعلم التأدب والتواضع. فأنا بقول لمنصور ما في حاجة اسمها عروبة، في حتى قبائل الرباطاب والجعليين مزيج نوباوي وبجاوي. البجا سنويا بيتجهوا إلى النيل للتمر وللجفاف، يتزاوجوا. النوبة تزاوجوا مع حتسكوت تزاوجوا من 750 قبل الميلاد. دلوقتي نحن أهالينا الرباطات بالذات إذا قلت له أنت ما جدك العباس يزعل، وأنا عارف جده للعباس ما جده العباس ولا شيء. بتاع انثروبولوجي وبتاع التاريخ لما تدرس أجداده تراهن بجا ونوبة والسحن موجودة. تلقى الرباطاب اللي خرطه سودا قدر كدي، وتلقى الرباطاب اللي خرطه قدر كدي. لما وشوني قبيلة واحدة يقول لكم فخد واحد، والعباس زعلان أنه العباس مدفون في بلد أجنبية وما عنده قبة. إذن برنامج السودان الجديد يمكن تعديله مع جون جرنك، دي ما مشكلة. جرنك ممكن يعني بإمكان محاورته بعد التجارب المرة العاشة. والجيد أن المثقف الجنوبي بدأ يؤدي دوره، مش المثقف القديم الخانع والتابع. يعني الصراعات خاضوها ناس رياك مشار ولما أقول مع مجموعة الناصر وتفاصيل كثيرة أدت إلى وعي جنوبي جيد جدا. أنا ألمس مع الجنوبيين حاجة واضحة، الانفصامية بينهم وبين الشمال ظاهرة وليست باطنة في التكوين، غير تركيبة الآخرين. العقدة هي تعالي الناس بطبقات والضيف الله. لو فهموا أنه هم ذاتهم كعرب أخلاط إفريقية من أيام كوش وما بعدها، وفهموا أنه مش هم مركز الحضارة. في واحد زعل من كلامنا في إحدى الندوات مثل هذه، قلت له ما هو أشهر طائر في السودان؟ قال لي في طيور كثيرة. قلت له أنا بقصد طائر اسمه مقيردون، هذا ينام ويرفع رجليه للسماء. فسألوه قال لهم أخشى أن الناس نيام وتنهد السماء على الأرض. يريد أن يحمي، قلت لهم هذا الطائر يريد أن يحمي الكون كله بساقيه، وأنتم كذلك. فلو كل واحد فينا وضعه بشكل ثقافي والتربوي ما عندنا مشكلة.
مع المثقفين الجنوبيين. قال يمكن أن يعيد حساباته. الإخوة اللي كتبوا الكتاب الأسود في الغرب، وأن أبناء الشمال يسيطروا على ما نسبته 60 ل 80% من المناصب الدستورية والتنفيذية من عام 56 وإلى أن صدر الكتاب سنة 2000. الإحصائيات صحيحة، الإحصائيات الموجودة في الكتاب الأسود بتاعه إحصائيات 100%. مثلا الإقليم الشرقي في المركزية الدولة 6 مناصب، الإقليم الشمالي 120 منصب بنسبة 59%. كلام صح. الإقليم الأوسط 18 منصب، الإقليم الجنوبي 30 منصب، الإقليم الغربي 28 منصب، مع أنه الغرب 140 ألف ميل مربع، يعني 14% من السودان، في الجنوب 25%. التوزيع غير متكافئ. لكن يا إخواننا من خدموا في ظل الاستعمار أنجبوا فئات تعلمت كأدوات للاستثمار الاستعماري. النظرة الاجتماعية يجب أن تطلع على النظرة العاطفية. إذن يمكن مناقشة الكتاب الأسود، يمكن مناقشة هوية السودان وتركيبته. المطلوب الآن الخروج من التوازن، عدم التوازن الإثني بالصراعات الموجودة، إلى التوازن الوطني. وهذا كان مضمون لقاءات مع صحفيين سودانيين يوم 10 مارس. يوم 10 مارس طلعت مظاهرة ضد الضرب في غرب السودان من الجامعات في الخرطوم. أنا طلعت بغرض واحد، عايز أشوف المظاهرة دي عاملينها أولاد الفور والمساريت والزغاوة ولا تمتد إلى أبعد من ذلك. لقيت أبناء الجامعات دون مواصفات عرقية، فيهم ولد الفور والزغاوة، كلهم ينالوا بوقف المجازر في الغرب وإعادة حل المشكلة. عرفت تماما أن هذا هو الجيل المطلوب